شكرا جواد. حكيم زياش غير محظوظ، سجل هدفا مباشرة من الضربة الحرة وغلط فيها الحارس كورتوا، لكن الهدف ألغي بسبب اعتبار الفار أن هناك تسلل على سايس، وبالتالي تبقى النتيجة 0 مقابل 0. فرق كبير بين أن ينتهي الشوط الأول بهدف في هذا التوقيت لمصلحة المنتخب المغربي وبين أن تظل النتيجة سلبية بدون أهداف. لكن شوط الإجمال جيد للمنتخب المغربي، والجمهور المغربي أيضا لعب دورا في سيطرة المغرب في أطوار كثيرة من هذا الشوط الأول الذي يجري وكأنه على أرض مغربية. هذه لقطة تسلل وإن لم يلمس الكرة سايس، لكن يبدو أنها اعتبر إعاقة الرؤية على الحارس ثيبو كورتوا. على كل حال هدف ملغى للمغرب. الشوط قبل أن يبدأ كان هناك سوء حظ للمنتخب المغربي. ياسين بونو بعد النشيد ذهب لوليد الركراكي وأشار له بأنه يشعر بدوخة، وبالتالي تم التغيير وأشرك منير المحمدي حارس نادي الوحدة السعودي، وهو حارس لديه خبرة دولية جيدة مع المنتخب المغربي، لكن وحتى أكبر سنا من ياسين بونو، لكن هنا لا يحسب هذا تبديل للمنتخب المغربي وإنما يعني إشراك الحارس بدل الحارس. أنا أعتقد أن منير هو الحارس إلا بعد مرضي ربع ساعة تقريبا. تغيير يمكن حاس بدوخة لكن حتى منير حارس ممتاز، حارس جيد، كان هو الأساسي في 2018 نعم. في كأس العالم. نعم. لكن الشوط الأول تحس أن نفس الطريقة ونفس هذا بدأ يتكلم مع الحكم ياسين بونو، صحيح. ثم بعد ذلك قال للمدرب أنه لا يستطيع أن يلعب. صحيح. هنا بعد النشيد الإحساس بشيء ما ماشي. لكن هذه الاشياء تحدث. نعم. احساس انه كويس جيد انه تكلم مع المدرب وتم تغييره، لانه قبل ان يحتسب التغيير. بالضبط. هذا شيء مهم جدا. بالضبط. شوط اول اعتقادي لعبنا نفس الاسلوب، نفس الطريقه اللي لعبناها مباراه كرواتيا. اليوم مش عارف، انا حاسس ان احنا متحفزين لا ملتزمين اكثر من اللازم من النواحي الدفاعيه. ليست هناك الحلول، خصوصا عندما نسترجع الكره، ليست هذيك السرعه في التحولات والحذر كبير. الحذر كبير. لا حذر احنا المفروض نلعب، لكن حجم المنافس يقتضي ذلك. من غير اوكي حجم المنافس كويس، لكن احنا لازم حتى نحن نلعب عندنا امكانيات نهاجم، ممكن نخلق متاعب. عندما انت تخلق متاعب بعض الاشياء للمنافس، المنافس يبدا يحتاط وبدا يتراجع بعض الشيء. انت تعطيه الكره وتعطيه نصف الملعب وبعدين هو ياخذ المبادره دائما في عمليه الاستحواذ وسيطر مسيطر. وزيد شيء ثاني، احنا جالسين نضيع. اول شيء ضيعنا ثنائيات كثير وضيعنا كور كثيره وسط الملعب، كما املاح على اللاعب المرابط كذلك على اناحي، ضيعنا كور كثير. المفروض ما نضيع كره، لكن عندما نسترجع الكره لازم تكون تحول نروح المرمى. المفروض عندما نتحول نبقى في نفس المكان. دي النقطه المهمه اللي انت اتكلمت عليها في البدايه، نقطه الثنائيات، ثم الزياده العدديه اللي بيعملها لعيبه وسط الملعب، اناحي واملاح مع بوفال ومع زياش. لازم الرباعي ده مع النصيري في وسط الملعب يكون ليهم تواجد اكتر من كده. اللي مخلي المنتخب المغربي متحفز هو التراجع هذا الهدف. الحقيقه اولا حسب بان الاخباريه قالت بان يعني الحارس ياسين بونو اصيب باصابه عضليه اثناء التسخين. على كل حال هذا حسب يعني كلام الزملاء المراسلين. هنا الهدف حاتم الضربه الحره نفذها حكيم زياش مباشره المرمى، غلط فيها الحارس. رامين سايس قائد فريق في وضع تسلل، هل نعتبر انه اثر على رؤيه حارس؟ اكيد اثر على الحارس. يا اخي قول ما اثر. هو كنا احنا نتمنى ان تحسب هدف، لكن في الاعاده سيشهد انه اثر نوعا ما على رؤيه الحارس، ولذلك احتسب تسلل. لكن مهما كان، لو كان احتسب هذا الهدف لم يكن تسلل، لكن فارغ في دخول حجره الملابس وانت متقدم في دقيقه 46 صبرت تسجل هدف. هذه فرحه راحت، هذه فرحه رائعه، لم يحتسب الهدف. لكن انا اعتقد انه أنا أتصور أنه لديه كذلك وليد الركراكي يمكن في الشوط الثاني يكون بطريقة مختلفة، لأنه أول شيء أن المنتخب البلجيكي لم يلعب ب5 مدافعين، لعب ب4 مدافعين تحسبا من المشاكل التي واجهها في المباراة الأولى. ثانيا كان يريد أن يغلق الطرف الأيمن أن تكمن قوة المغرب وهو حكيم زياش. وضع هازارد على حكيم زياش. نعم. ووضع كذلك كاستاني على وضع هازارد على حكيمي. أشرف حكيمي. وكاستاني على حكيم زياش. نعم. وكان ملتزم هازارد بالعودة مع حكيمي. لكن أنا أعتقد هنالك فرصة أضاعها حكيمي. نعم. زياش دخل إلى عمق الملعب وحكيمي طلب الكرة وكانت تمريرة ممتازة، لكن هذا لم يستعملها كثير المنتخب المغربي. لابد أن تتكرر، لأنه حكيم
متفوق، لديه السرعه ومن الصعب محاصرته. هذا يتمنى ان تحدث في الشوط الثاني كثير. نتكلم على احنا عندنا نقطه قوتنا هي الجهه اليمنى، الجهه اليمنى هي في حكيمي. المفروض نتفق مع حاتم، يجب نعم. على زياش يدخل اكثر عمق الملعب. هذه نقطة لازم يدخل عمق الملعب، يخلي المساحه، لان حكيمي عندما ياخذ الكره دائما قدامه لاعب زياش، ما يمكنش انه يعمل له اوفرلاب، لكن لازم يدخل عمق الملعب، يقرب اكثر من نصيري ويخلي الجهه اليمنى ويخلي نصيري ما يصعدش، يبقى يقوم بهذا، يخلي التوازن في الدفاع. مارتينيز النقطه دي يا يوسف محضر لها بانه حاطط سورجان هازارد على حكيم زياش، على حكيمي اشرف حكيمي، بحيث انه يخوفه ان هو يتقدم. المره الوحيده اللي حصلت الخطوره هي الفرصه النقطه دي. سنتحدث اكثر عن ذلك، وانتم طبعا لمتوا المنتخب المغربي هجوميا، لكن يجب ان تشيدوا به دفاعيا، لانه حافظ على نظافه شباكه في الشوط الاول، وهذا مهم جدا. يعني الشوط الثالث على التوالي المنتخب المغربي يحافظ على كلين شيت رغم التبديل الاضطراري للحارس ياسين بونو. طبعا المذيع داخل الملعب او المنشط ارض الملعب يقدم لاعبين المنتخب المغربي الاسماء ويقابلوا بحماس وهتافات تشجيعيه من الجماهير التي تسيطر على اجواء الملعب، هي الجماهير بالقميص الاحمر المغربي. هذا جمهور المغرب بجزء منه هنا في ملعب الثمامه، والحقيقه سنذهب الان لكي نكون نوعا ما يعني منصفين، لا اقول محايدين، صعب ان نكون محايدين لكن منصفين. نذهب الى العاصمه البلجيكيه بروكسل. هناك تحرك مراسلنا في هولندا عبد الاله العافري من امستردام الى بروكسل ليواكب الجماهير البلجيكيه، لكن لان عبد الاله مغربي هو ذهب الى الجماهير المغربيه في بروكسل. تفضل عبد الاله. نعم، إذا مرحبا بكم من هنا من بروكسل، وبالضبط من مقهى تطوان بحي يكاد يكون حي في مدينة مغربية، حيث يقطن هنا العديد من السكان من الجالية المغربية هنا في بروكسل. وهناك المحلات التجارية والمقاهي كهذه المقهى التي نتواجد فيها الآن. وكما ترون العلم المغربي والقميص المغربي يسيطر على جميع أماكن هذه المقاهي. هناك ذلك أيضا طابق علوي مملوء بالكامل وطابور طويل في خارج المقهى، الا ان لا مكان لاي مشجع اخر. هنالك اشاهد بطبيعه الحال ايضا العلم البلجيكي والاقمصه المغربيه. هم اليوم بطبيعه الحال عاده يشجعون المنتخب البلجيكي عندما يلعب امام منتخب ثاني، لكن اليوم المباراه من نوع خاص، يعني مختلفه تماما عن باقي المباريات، لان الوطن او المنتخب الوطني هو الذي يلعب امام البلد المضيف بلجيكا. وبطبيعه الحال هنالك اعتزاز بعدد اللاعبين الذين ولدوا هنا وترعرعوا هنا ويشاركوا مع المنتخب. بعد الارتسامات فيما يخص او التوقعات، عبد الخالق توقعاتك باختصار فيما يخص هذه المباراه؟ باختصار كنتمنى ان شاء الله الروح الرياضيه تسود في هذه المقابله هذه، والمنتصر غادي نصفقوا له، لان كنتمنوا لهذا البلد سعيد، وبالتالي يعني حنا مع المغرب قلبا وقلبا، ولكن المنتصر غادي نصفقوا له ان شاء الله يا ربي. انتظارات ديالك من هذه المباراه باختصار؟ ان شاء الله الفوز للمغرب، ان شاء الله ديما مغرب، ان شاء الله الفوز للمغرب. شكون اللي غادي يسجل اليوم؟ شكون اليوم غنسجل المغرب ان شاء الله، مربوحه والله العظيم رباحي ان شاء الله. واش تتمناو شي واحد من المغاربه البلاش كيلعب اليوم ولا لا؟ المغاربه بلاش ضروري كنتمناو شي واحد فيهم يلعب ويمتعنا بشي جول وبيبان المغرب وجوج نسيروا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. اذا اعود اليكم، اعود الى الاستديو بعد هذه التوقعات من الجماهير المغربيه في العاصمه البلجيكيه بروكسل، وبالضبط من مقهى تطوان بحي لاغار دو ميدي، هذا الحي الشهير جدا هنا في مدينه بروكسل. اذا تطوان مدينه مغربيه موجوده في بروكسل العاصمه البلجيكيه. ما شاء الله عليه المغاربه مسيطرين، انتم في الملعب في الثمام مسيطرين، وفي بروكسل مسيطرين، وفي المغرب مسيطرين، في كل مكان. ما بعرف البلجيكيين وين راحوا. كابتن حاتم، هذا الجمهور الكبير كان يمثل ضغط ايضا على الفريق وعلى المباراه، لانهم يعرفون بان وراهم جمهور كبير، جمهور فاهم الكره، جمهور يحاسب. اكيد ان شاء الله يكون بالنسبه للاعبين ضغط ايجابي، بمعنى انه يرون هذه الجماهير ويريدون ان يقدموا افضل ما لديهم من اجل اسعاد الجماهير المغربيه الحاضره والجماهير العربيه بشكل عام، والمغربيه اللي تنتظرهم اكيد في المغرب اليوم، الكل امام الشاشات لمشاهده المنتخب المغربي. لديهم امال معلقه على هذا المنتخب اللي قادر ان يذهب بعيدا، لديه عناصر ممتازه. ما يعجبني حقيقه في المدرب وليد الركراكي في تصريحاته التوازن الذي يحظى به، بمعنى انه يحترم منتخب بلجيكا بشكل كبير، عاقل في تصريحاته،
تبعاته، وهو مدرب تكتيكي حقيقة بأتم معنى الكلمة. لا يريد، قال أنا لا أريد أن أخسر، حتى نقطة ليست سيئة في تحضيراته، قال أنا أريد أن أنتصر وسأعمل على ذلك، لكن أمامي منتخب قوي، منتخب لا يزال من بعيد كان مصنف رقم 1 على مستوى العالم. أنا يعجبني التصريحات، وأنا أعلم أنه في داخل وليد الركراكي يريد الانتصار ويبحث 3 نقاط، لكن مثل هذه التصريحات اتجاه خصمك تعطيه نوعا ما أنه ليس هنالك استهتار، تقدير، بمعنى أنك لما تقول أنا سأنتصر وسأذهب أنا، هذا قادر أن يحفز خصمك، لابد أن تكون متوازن. وأنا تابعت نوعا ما مسيرة وليد الركراكي حتى على مستوى الأندية، حق نجاحات كبيرة حقيقة مع الفتح، مع نجاحه على مستوى النادي هو الذي جلب له جعل الجامعة المغربية تأتي به المغرب، بمعنى أنه حتى في المباراة الأولى لم يجازف كثيرا، كان تكتيكيا متوازن وكان يسعى لعدم الخسارة وحقق النقطة. لكن في بعض الأحيان أنت تنتظر من لاعبيك الذين أصحاب المهارات العالية أن يكونوا في يومهم من يقوم بترجمة الخطة التكتيكية إلى واقع. هم اللاعبون، فأنت تنتظر من التالنتس أن يكونوا في يوم جيد. هذه نقطة مهمة للنقاش سنعود إليها فيما يتبقى لدينا من وقت، لكن تذكر الآن هذا ملعب الثمامة الذي صمم على شكل جحفية. الجحفية هي غطاء الرأس القطري الخليجي العربي الذي يوضع تحت الغترة والعقال تحت الرأس، تصميم عربي آخر لملاعب مونديال قطر 2022.